بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ما بعد إخواني السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أزلكم المهم أزلكم الدين نسوفي سونا كذا قدس محسس ساقي على بركة الله عز وجل. المسألة في مجال الآن مجال الإسراف والتبذير، لكن من ندير القرآن الكريم سوى موليس سيدي ربي مسألة غاف الإسراف يملا عندنا شو دانا باش الناس تتصل بقاضي القرآن، لكن داري مسألة غاف التبذير اللي هذا شو إذا مجال دينا الجالس ناخذ الإسراف وتصل غنيو يبرد القرآن. الإسراف ذين يتسون بنادم نغم ذاني وكل هذه غادي ديال الحرام يوكل هذيك شمدي حرمت وإن ليك شمل بيت حرمت الإسراف لما كتدير ذلك في القرآن الكريم يقول ليك شمل سل إدراك سل وعي عن وعي وعن إدراك عن سبق الإصرار والترصد. البنادم هذه غادي ديال الحرام تيزرع يدوق النعيس يزرع ديال الحرام يشم ديال الحرام وريو قال لي ربي سبحانه وتعالى يمانيس ني يمذن. أما نشتكي سيدي ربي جل جلاله من ذيان في القرآن غاف قوم النبي لوط عليه السلام راينا الفواحش خدمة لينا اسميتي مسألة يقول لسن بل أنتم قوم مسرفون، أي غير قوم لوط عليه السلام ذو زران بلد الفاحشة خدمة كان يقتلون الرجال شهوة من دون النساء زران بلد الفغن إلى مذهب ربي عز وجل زران دغنيهم بلين الفغن إلى ناتوراليزاسيون بنادم إذا وغالب عندنا ما بين البهيمية عندنا ما بين الحيوانية ما حيوان وخدمنا لا نخدم ما نخدمنا كان قوم لوط عليه السلام. التبذير هو تجاوز الحد. الإسراف بنادم بري غريب ديال الحرام ما نسميش ديال الحرام تاع سبق الإصرار والترصد. إزرا في البردار الحرام تيتوال إزرا الزنا والحرام تيزنو إزرا نسيت الشراب والحرام تيسيت وريو قال لي ربي ماشي عن بعد عن إدراك وعن وعي. أما التبذير يتسير النحلة لكن سيدي ربي جل جلاله إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. إذا غادي يسلك المنيا إذا لان هي غادي لان في التبذير إذا لان النحلات أمش أم دانا يسعون كان 100,000 ديال الجيفيس يزمر يوكل راس 3 أيام بوسان تصرف في 2 دقائق خاص في الحلال خاص داير ساعة نص دقيقة وانا ثاني شد التبذير ونشد حرمت سيدي ربي عز وجل تجاوز الحد في كل شيء. بنادم ما يتشد يزمر كان يتشي موظف نتا اعمار تاني راسيين لقد خسارة. أما كنا نتوالي بعدا رمضان على رمضان ولد تاع الزيادة تاع ندارهم تاع الزيادة أبرا تدنا في رب بال أكرمكم الله تدنا في رب بال لا تدنا في كسبة تدنا الزنقة تدنا في الرزق تنمضار تدنا في الرزق تنمضار تدنا في الرزق المزبلة تفرنا بالناس ديالنا تدنا في كسبة باش السرود تظهر عليه شي الحيوان يا ولاد الحيوان ملاعب باش يجي الرزق اللي تيسيقار اليوم البلاد إلا قتل زديق إلا قتل زبون زديقان باش كان هذا تيجو حيوان مي بلاد مرات تيلقران غير الزبل داكي غادا ثاني يشم التبذير والإسراف في نفس الوقت. في سنة مسألة سيدي ربي عز وجل هذا شو دام قال هذه الآن قال الغرائز لكل الشهوات خاطر ثاني تبذير يتسكير غار الشهوة من الأدم الغريزة نهار الإسراف يتسكير غار الغريزة البلد الغريزة تاني يشاركنا ذي يسر الروح الله سبحانه ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ويقين ذي في الآية من آية الله عز وجل يخلق ذي الصنف الخلق ديس يخلق الخيار ديالنا الدار الغريزة يتمارس المال يتمارس تغرسيوان تمارس بنادم دا شنو غارسين يسعير الإدراك يزور شو خدم يزور إلى دا شنو الغريزة اللي يخدم كنيا وسيدي الغريزة يقيم
هو كان ياخذوا الغريزه اللي الناس مي بنادم الى قليل الناس من على الوعي وعن الفلسفه. شو الفلسفه الى قتل بيان سور ديكوفري ديال نتحلال باغ اكزومبل خاطر عن الوعي كيس يستدعي ربي عز وجل الا سوف يخمم الى قتل الوعي الى قتل الادراك الى قبل المدينين يزرع باش الادراك ذا بريد الحلال يزرع بلي ذا بريد البركه ذا بريد يتسوي ربي سبحانه وتعالى ذا بريد يتقدس خاصك ذي الغريزه اللي يخدم كبير حلال يبوي في الناس الواجب ومقرب سيدي ربي عز وجل. والغريزه غير بنادم احتياج للانسان وهو سلوك غير واعي وكيف بنادم هذه يوعى يسمم غرسيو اللي ورا عن الوعي وعن الادراك مي بنادم يسمى تخدم عن الوعي وعن الادراك. الشهوات الكماليه كما كان الولي اين كيزين من الدنيا كيف سيدي ربي عز وجل للزنا هذا غير النبي صلى الله عليه وسلم مثلا حبب الي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. حبب الي من دنياكم الطيب وسير وين زيدناك سير وين شرحناك يتوحمل الرسول الله صلى الله عليه وسلم غنبي الناس تزنا سيدي ربي السلاميس لكن نغنيو كديم ديال انا مثلا ميل روحها لا ناتور إنكم يشبحن دنيتنا يشبحن زين للناظرين لأنكم أريني زين ذي ثقة بنادم يعجب بس ذي ثقة بنادم وين اسمس الشهوة من الشهوات الشهوة ذي تمسير توسع من تصل زميرة بنادم تتحدث كيف الدرجات كان والمقصود سيدي ربي عز وجل يدينا زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين. النساء والبنين والرجال يقصد سيدي ربي عز وجل هذايا في لاويين لما يتبادر الى ذهن الكثير نقصد الراش خاطرني هذاك لو كانت تنفس السمو عليه ولا تنفس القراءه هي صافي درنا في ذاك المكان يكس الأقدار في مطوط يكس الأقدار يعني الإنسان غير محترم في المسلم أنت الكونترير ولا شو كذا يحترم يتقدر تفقيه أما القرآن الكريم أما الإسلام هذا يقصد بالنساء يقصد أن يعلم النسي جمع النسي يقصد هذا في الأولين ما بديت تدري تعرف أن يعلم النساء سي با أوبريجيون دينيت تسولون تسلف يند البنين الذين يعلم البركو يقصد هذيك بني آدم يقصد يسقين إلا يشبح دغنيو في الدنيا بنادم أم الزبور أم الحيوانات أو والليل أم الطجور أم النمل أم السيف أم ينوك يزبر الواكب هذه ينفع خلقي ما غادي يشبح ثم غنيمية في كشطة بنادم أي الناس من السيد ربي عز وجل الشهوة غير الناس النساء والبنين والقناطير والمقنطرة من الذهب والفضة. ذكر على فكرة سيد ربي الأمر ديال الله لكم وأمدكم بأنعام وبنين. الأنعام ذي غرسيون على الحيوانات البنين يقصد لنا سيد ربي عز وجل يلقز لنا يقصد لنا ثروة. المال ناثل كان المال ذي ثلاث تعرف والرجل يقرأ في ذريمت أما كيكين يستكن القراءة الناس والتصويت يقدشنا بعد ذي السرتيف النار ذي القراءة السرتيف تمثل ندثلايين ما يتمثل القرآن الكريم ما يتمثل القراءات ثم ثم البنون غادي يسكن سيدي ربي عز وجل غادي يسكن السكان في الأرض أي هناك يزدغون القاعة اسمها سيدي ربي البنين. يكمل إذا ذكر الآية غير والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. شنو الباقيات الصالحات؟ دينا راه يصدق بنادم دينا يفكر في سبيل الله عز وجل يرجى
كثير ريثين صغار سيدي ربي عز وجل دغا يناد سيدي ربي يورث الباقيات الصالحات كل ما تصدق به المسلم. لذلك أمر كانت نفهم ذاك تروى سي كيف هذا مزمر الذي يصدق الناس نعم الذي يصدق الناس هذا قد يقال ربي سبحانه الباقيات الصالحات الباقيات لأنه لا يصدق هذا تسدي ثقل الآية الذين النساء والبنين والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة لا القراءة نورين نا تفسير لغنا ثم غني نورين نشرب مسلم وديننا غير الآية البنين لأنه يسلف كان ثغورين الأموال غير المنقولة أشهد الأموال غير المنقولة بدليل الشيء ساعات من مصريات أم فركيوين من بين مدهوباتنا أي نقويلان يتنقل لها يعني يرسل شغل السلعة هي ولذا أندعو ربي سبحانه وتعالى نقبل خاثرنا أخي جعل من الذين خوف عليهم ولا هم يحزنون أخي جعل من الذين سبقت لهم من الحسنى برحمتك يا أرحم